السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اللي لسه ما عملتلوش اسم. النهاردة إن شاء الله جاي أتكلم معاكم في فيديو جديد عن فيديوهات التيك توك. هناخد شوية فيديوهات من الفيديوهات الزبالة اللي نازلة على التيك توك وهنتكلم عليها فيديو إن شاء الله. يعني بس حبيت إن أنا يعني أشارككم الفكرة عشان في ناس كتير اتكلموا عليها. احنا عايزين نعرف بس امتى هيقطعوا الإنترنت عن مصر عشان ما نشوفش الناس الزبالة دي بصراحة. يعني كل الفيديوهات اللي جايبها لكم في منتهى الزبالة بصراحة. انا مش شايف في فيديو فيهم ولا فيديو فيهم عدل، يعني الحمد لله. مش عارف ايه المواهب اللي طلعت علينا في مصر دي. مواهب كانت مدفونة بصراحة وطلعت علينا فجأة كده، والبرنامج ده يعني أظهرها الحمد لله. يعني عشان بس احنا نعرف احنا رايحين على فين يعني هي مصر لسه بخير بسم الله ما شاء الله يعني. فحبيت ان انا بس ايه اوريكم شوية المواهب ان احنا بنشوفها اليومين دول، يعني البرنامج الخرا اللي طلع علينا ده. مش عارف، خلينا مع اول فيديو ونشوف هيحصل فيه ايه ان شاء الله. ربنا يستر، انا خايف والله. اديني قلبك ليه عايزه عندنا، انا قلبي عندك وانت قلبك مش هنا. اديني قلبك ليه عايزه عندنا، اديني قلبك خد قلبي، اديني قلبك خد قلبي، اديني قلبك. سيبك من ان هو يعني ما بيغنيش على الاغنيه اصلا، هو الاغنيه في حته وبقه في حته، وده طبعا مش فكره البرنامج اساسا يعني. بس سبحان الله ويخلق ما لا تعلمون. ده بالنسبه للفيديو. ما نشوف الفيديو التاني بقى. الفيديو التاني بقى ايه يعني، حاجه كده خرافه الخرافه والله. حب عمري نسيته وفاتني، عايش مع واحدة تموتني. حب عمري اللي انا ميزته، اما العمر بس اتجوزته. عسل وسكر وعيون خضرا، عسل وسكر ايه بلا نيلة. اهم حاجه في الفيديو ده عسل وسكر ايه بلا نيله. استغفر الله العظيم يا رب. يعني الواحد مش هيعيب على خيرة ربنا ابدا يعني، بس بوشك ده تروحي تقعدي في بيتكم ما تطلعيش بيه فيديوهات يعني. فانا عشان انا بحبها يعني فجبت لها فيديو تاني، يعني عشان انا معجب بيها جدا يعني. فقلت ايه اشوف فنها يعني هيطلع علينا ازاي الاستاذه اللي كانت في الفيديو اللي فات. انا مش فاهمه انتوا معقدينها ليه يا جماعه. خدوا الدنيا ببساطه. على رأي نادية الجندي لما قالت هتشكشكها لا ما هشكشكهاش، طب هتحبكها. يعني شكه تيجي في استغفر الله العظيم يا رب، الواحد مش عايز يشتم. استغفر الله العظيم يا رب. شكشك ايه وحبك ايه، خرب بيت نادية الجندي، خرب بيت التلفزيون اللي بوظ لكم دماغكم. التلفزيون ايه؟ لا احنا اتربينا على التلفزيون برضه. لا ده حاجه مش طبيعيه ملهاش علاقه بالتلفزيون، ده هو النت. هو النت اللي عمل فيكي كده. حاولي ان انت تتعالجي. لو هي شمال عشان حبيتك يبقى انت مرة والرجولة خدعتك. خد الحجمه دي من اخوك الجعيدي. لو هي شمال عشان حبتك يبقى انت مرة عشان ايه، مش عارف نعيد الفيديو تاني والله نسيت. لو هي شمال عشان حبيتك يبقى انت مرة والرجولة خدعتك. لو هي شمال عشان حبتك يبقى انت مرة والرجولة خدعتك. اقوال مقصورة. خش على الفيديو اللي بعده ان شاء الله. ربنا يستر ويطلع حاجة عليها القيمة. بقول لك ايه يا نبيله، انت تحت بيت الفريند بتاعك تحبي تقولي له ايه؟ هي حصلت بسم الله ما شاء الله. منتهى الادب والاخلاق بصراحة. انت تحت بيت ها يا ابن هو ابن المكان عشان حبك اصلا وعرفك يا زبالة. عطي هو قال لك ايه؟ قال لي مش عارف امي واسيبي. وايه اللي حصل؟ امه طلعت شمال. البس. البس. والنعمة ده انتوا اللي شمال، اقسم بالله العظيم. والله اللي بيحصل في البلد ده ما طبيعي اقسم بالله. ايه قلة الادب والسفالة اللي بقت فيها البنات دي. ماما عايز اقول لك نكتة. يقول لك مرة واحدة اتجوزت ده طلع هو لف شافها.
حتى الامهات، يعني حتى الامهات ما تعتقدش من ام البرنامج ده يعني، وبتشتم. يا حاجه حاجه روحي صلي لك ركعتين يا حاجه بدل ما تشتمي. والله العظيم يا رب. وايه يعني اما اشوف يعني هو ايه الضحك في كده؟ مش فاهم انا يا جدعان، انتوا بتضحكوا على الحاجات دي؟ نخش على الفيديو اللي بعده ان شاء الله، ربنا يستر ويطلع حاجه عليها القيمه. Oh my god! وحبيت اقول لكم ان الدروس المستفاده من الفيديو ده ان احنا شفنا التوته بس فقط لا غير، الحمد لله يعني. بس اهم حاجه انها تعجبكم. تعرضت للتحرش؟ لا الحمد لله، حتى التحرش محرومة منه. لما انت محرومه من التحرش، انت لو نزلتي كده بذمه امك، بذمه امك لو نزلتي كده الشارع مش هتحرشوا بيكي؟ ده ممكن ياكلوك يا هانم بركبك دي. ربنا يستر. رولا، عندك صحاب؟ كم واحد؟ اسمها ايه؟ بتحبيها؟ بتعتبريها ايه؟ صحاب رولا. عندك صحاب؟ اعتبريها ايه؟ محن. فاهم يعني ايه دي؟ يعني سبحان الله يعني. يعني لا اله الا الله، انت سبحانك اني كنت من الظالمين. السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام ورحمه الله النهارده وبركاته. هسألكم سؤال سهل خالص، هسألكم عن بلد. في بلد هنا في مصر بتعمل عصير اسمه عصير كبر، ماشي؟ عصير؟ اللي هيعرف البلد دي اسمها ايه بالظبط دي منه 400 جنيه دول، ماشي؟ السلام عليكم. يا جدعان والنبي اللي يعرف فين عصير كذا ده يروح يقول له عشان خاطر يديله 400 جنيه ونخلص يعني. هو الراجل يعني مكلف نفسه وعامل فيديو وهيدفع 400 جنيه. يلا بسرعة انتهز الفرصة. فين عصير كذا؟ طبعا كلنا بنركب مترو وبلا استثناء. انتوا عارفين ايه اللي بيحصل في المترو؟ تيجوا نشوف. يا سلام بقى لما تبقى قاعد ومعاكم مكالمة مهمة وتلاقي معايا البنطلون الكاريني هنا يا بنات بيلبس اي مقاس 1 لارج 2 لارج اكس لارج ب25 جنيه بس. ها مين هياخد واحد معايا هنا كده يا بنات؟ بنطلون كارينا معايا قلم الايلاينر ثابت 24 ساعة نمشي معاكي ايلاينر دي بلاينر لبلاينر اي حاجة ب35 جنيه بس. نازل عليه عرض النهاردة معانا يا بنات. ها معايا روجات درجات الوان الكشمير يا بنات، معايا كل الوان تحديد وروج وماك ولوريال وكل اللي انت عاوزاه، كل ده ب35 جنيه بس. نازل عليه عرض معانا في صيدليات العزبي 45 جنيه. شرابات الكوتشي شرابات الفوال في اي مكان هتشتريه ب5 جنيه. النهارده نازل معايا عرض 3 ب10 جنيه يا بنات. مين عايز؟ ها يا بنات مين عايز؟ ها حد قال هنا عايز؟ ها 3 شربات معاك الهاند فري يا بنات في اي حته 35 جنيه. النهارده ب10 جنيه معايا عرض. حد عايز؟ ب10 جنيه بس يا بنات. اقفل خلاص، انا كرهت المكالمات، مش عايزه اكلم حد. انا مش هركب مترو تاني. بص هي البت دي اصلا عسل يعني، انا حاططها في اخر الفيديوهات عشان اختم بيها تمام. بس هي البت دي عسل بصراحه، البت دي انا بحبها اوكي يعني. مش بقلس عليها ولا اي حاجه، ولا شايف ان اللي بتعمله ده غلط يعني. بالعكس دي عندها موهبه وبتقدمها، شغاله بياعه الحمد لله يعني. بس والله بجد يعني شاطره والله يعني، مجتهده، عملت فيديو اجتهدت فيه، مش فيديو اي كلام يعني. وبكده اكون خلصت يا جماعه الفيديو. ان شاء الله موعدنا الفيديو القادم. متنساش اللايك والشير. السلام عليكم ورحمه الله.